الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة. نعم يا ابني. أستاذ، أنا الحين أعرف معنى الطلاق وأعرف معنى الرجعة، بس النكاح شنو؟ سؤال جميل. النكاح هو المسمى الشرعي لزواج الرجل بالمرأة. لزواج الرجل بالمرأة. بس أنا أستاذ للحين ما فهمت. يعني أنا أجي أقول لك: يا فلان زوجتك ابنتي، وهو يرد علي ويقول: وأنا قبلت، فتصبح على هذا الأساس زوجته. لا أستاذ ما فهمت. يعني يا جاسم أنا أجي أقول لك: يا جاسم زوجتك ابنتي. وأنا قبلت. قبلت؟ إيه. قبلت شنو؟ أتزوج بنتك. زواج بنتك؟ إيه. لا 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 يا ابني، طلق الحين أقول لك طلق. لا أستاذ بابا مطلق. شنو مو مطلق به؟ أنا كنت أشرح لك الدرس، ما كنت قصدي أن أزوجك بنتي. أستاذ الحين أنا تزوجت بنتك على حسب شرحك لنا، وكل الصبيان في الصف الحين شهود، صح؟ صح. البركة يا جاسم تستاهل. الله يسلمك. منك المال ومن هالعيال. عزيز. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. وبارك حمزة بين حمرين الله يطول بعمره. بس ولا كلمة بس. وانت قاعد مكانك بعد. وانت طلق الحين، طلق الحين، طلق. لا أستاذ بابا مطلق. طلق زين. سمعوني الحين راح اشرح لكم موضوع الطلاق، وابيكم تركزون في ذي الموضوع، خاصة انت. الواحد اذا بيطلق زوجته لازم يقول لها: يا مريم انت طالق. سمعتوا؟ راح ابتدي فيك يا جاسم. يلا repeat with me. قول: يا مريم انت طالق. يعني الحين اسم بنتك مريم؟ حي الله عمي ابو مريم. بس تدري عاد قوم. المدير تعال المدير هو اللي ولدك الله يسلمك مشتكي عليه مدرس اللغة العربية، ويقول له قول كلمة دجاجة، يقول كلمة دجاجة. فتش. انا قلت له دجاجة. بس اسكت، فشلتني. انا ادري يا حضرة المدير ان ولدي عنده مشكلة في النطق، وهذا اللي مدنني. دم مرة اقول له وما في فايدة. عالج نفسك وعالج ولدك وطلعوني من هالمشكلة. يا من صدق؟ اي من صدق. دوم فشلتني. كلمة دجاجة، ما تعرف تقول كلمة دجاجة. ها قالها. قول انت دجاجة كملت. يلا تيسروا. يلا دوم فشلتني. دني بس. شو المسخرة. حضرة المدير شوف لي حل مع شوف لي حل يا حضرة المدير، شوف لي حل مع هالجسوم، شوف لي حل. شو صاير؟ شو السالفة؟ مو راضي يطلق بنتي، مو راضي. انتوا اهل نسايب؟ انا صايب مع هذا. حضرة المدير انا كنت اشرح لهم درس عن النكاح، والجسوم استغل الفرصة وتزوج بنتي، والحين مو راضي يطلق، وانا مو موافق على هالزواج صراحة. اي صح. اسمع يا جاسم، ابغض الحلال عند الله الطلاق. اي صح، انا اقول له مرتي حلالي، انا ما بطلقها. ايش قاعد تقول يا حمود؟ ايش قاعد تقول؟ انا اقول لك خليه يطلق، تقول لي ابغض الحلال عند الله الطلاق. خليه يطلق، انا مو راضي ان بنتي ياخذها طالب. لا صح، انا ايدك كلامك سليم. جاسم استح على وجهك وطلق بنتك. شايف الدنيا فوضى؟ ان ما طلقت بنت لو اتصلت بابوك الحين اخليك. يلا طلق بنتك. لا خلاص بطلقها علشانك يا حضرة المدير. اصلا ابوي اذا درى يعني بيذبحني. خليه يطلق بالثلاث، خليه يطلق بالثلاث. يبا بنتك طالق. ايه 3. ايه اروح الحين؟ تيسر يلا. اي والله. استاذ بسألك ايش معنات النكاح؟ ما اعرف وما بعرف. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة